السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، هذا الفيديو ما حصل إلا ببلادنا. شوف يعني الحنش دخل محل الصرافة، دخل استلم حوالة. شوف الشخص هذا أبو الكوت الأزرق والثوب على طول سحب قبل ما ينبهه. هذا صاحب السلاح على طول راح بالسلاح، والثاني برجله. تعاملوا معه كأنه ما أدري، ولا كأنه خطير يعني، ولا يسرح الغص واحد بعدين ما في إلا الإسعاف. أيضا من ضمن الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص، يعني قد شفت له عدة فيديوهات. أتوقع واحد كذا في قرية مكان بسيط جدا، ومعه طائرة، اخترع طائرة وعامل لها قفص ومروحة، وبدأ يشغلها بهندل. أول مرة أشوف طيارة تشتغل بهندل يعني. شوف شغلها. انا اللي خايف انه اروح لمكان مرتفع ويشغل الطائرة مثلا تقلع شوي ويفقد خلل التوازن ويلحق الاستاذ عباس بن فرناس اول من حاول الطيران. شوف اشتغلت، بس ما ادري المروحة انا اللي اعرفها عندها تكون مروحة دفعية من الخلف، مروحة كبيرة وشراع اذا يبغى يحلق. أطير على جي بي اس علشان يحددوا المكان ويمشي، إن شاء الله إنه ما يصير له شيء. أنا اللي خايف منه أشوف الجبال الشاهقة يروح من مكان مرتفع ويقول شطير، يطير طيرة عباس بن فرناس. أيضا من ضمن الفيديوهات، يعني إحنا ما شاء الله علينا بس ما فيش من يقدر المواهب. هذا من الزرانيق، من قبيلة الزرانيق. شوف كيف أنط 3 سيارات، يعني نحقق أرقام قياسية. وين موسوعة جينيتس؟ متى جيت أسجل هذا الرقم القياسي؟ ما شاء الله. اللي بالسيارة واقفين ورافعين أيديهم دون ما يتحركوا، كأنها صورة ثابتة. عموما أيضا من الفيديوهات المضحكة قليلا، صاحب الجيب شكلها عجبها الشهرة، انه اشتهر يعني بوقفة شيز. كبر كلمة شيز. وأيضا من الفيديوهات الذي حبيت أختم بها هذا الفيديو لهذا الشخص، يعني ما شاء الله عليه فاهم، كلامه منطقي، يعني يتكلم على أصحابنا المغتربين اللي إذا اغتربوا إذا ترحلوا اللي راح البلاد، خاصة اللي قريب البلاد بالخليج، يعني خلاص ما عاد يروح إلا فاعل نفسه يا من تعس، ما هلنيش بين الدقق والأفراخ، يعني قد أديك الكلام أخله أطرحه لكم للأخ يتكلم أفضل مني لسانا ونطقا، ولا معناها أقدم لكم اسم متفرغ أشوف أي جديد وأنزله. أما فصاحة ما عندي فصاحة إلا قليل، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. لكن إني سأستمر بهذا القناة على اليوتيوب، أقدم كل جديد، علشان يعني نفس أي واحد كذا يقدم في اليوتيوب. ما بقول لكم يعني إنه بجيب شيء جديد، حدث غريب نوافيه بهذه القناة. حياتي لكم من تحت ظل هذه الشجرة، ومن بين الجليد، ومن أرض المهجر. شكرا لكم. طبعا في إشكالية، يعني أغلب الآباء يعانوا منها. تلقى كان عنده ولده كان مغترب، يعني مغترب، روح البلاد، يعني إما ترحيل، إما معاه في الشغل، إما المهم روح البلاد. تلقى له سنة سنتين لا شغل ولا مشغلة ولا يبغى يشتغل، يعني وكأنه كان سفير أو كان دكتور مخ وأعصاب أو أخصائي قلب. لا، غلطان أخي الكريم، والله بعض المغتربين يحسسك إنه كان حاجة كبير. لا، شوف المغترب مش حاجة كبير، المغترب مسكين الله نازح من الدول المجاورة بحثا عن الماء والمرعى. والله بعضهم ماخذ بنفسه مغلب، يقول لك أنا كنت شغال بالذهب. يعني إيش شغال بالذهب؟ إيش يعني شغال بالذهب؟ مخترع، بروفيسور،
دكتوراه، لا عامل عادي، علموك كم جرام كم، روحت خلاص انتهى الموضوع، تأقلم على وضعك. والله بعضها يعني ما يبي يتأقلم بواقعه. انت الآن شوف، لا تجلس عالة على أحد، صح كلامي بيزعل ناس كثير بس لا تكون عالة. خلاص يا أخي انتهى هذا وضع. كنت في السعودية، كنت في الإمارات، كنت إيش يعني كنت مغترب، حالتك حالة. فلما تجي هنا لازم تؤمن بالمتغيرات وتؤمن بالوضع وترضى بالحاصل وتشتغل الحاصل. لا تشوف نفسك حاجة كبير. نشوف مشكلة المغتربين، إيش مشكلتهم؟ المغترب هو عارف بحجمه، لما يكون هناك عارف إنه ولا حاجة. لما يجي البلاد هنا أصحابنا مساكين، لما يشوفوا بيض وشعر أسود وكذا يحسبوه حاجة كبير، يتعاملوا معه معاملة. الرجال صاحبنا يصدق نفسه إنه حاجة كبير، وهو تلغاه بنشر ولا يشتغل له رنج ولا يبيع له ملابس ولا يبيع له ذهب، يصدق نفسه إنه حاجة كبير. تبدأ الفكرة في راسه لما يروح أنا حاجة كبير، أنا ما أنا غلط. غلط الشيء هذا أخي. واحد عرفه كان عسكري في قطر، جندي ترحل بيجي له 5 سنين بلا شغل الآن وما يبغى يشتغل. أنا كنت عسكري. طيب إيش عسكري؟ إيش عسكري يعني؟ سفير، رئيس، وزير دفاع، جندي استريح استعد. إيش كنت؟ روح خلاص عيش وضعك، تأقلم، يشتغل لك فوق باص، يشتغل لك والله. وفي معاهد الآن، شوف الإنسان اللي عاده شباب عنده حيل يعني، في معاهد إذا ما عندك مهنة تعلم لك سباكة، في معاهد في عدن في أبين تعلم لك سباكة، تعلم لك مبلط، تعلم لك كهرباء، تعلم لك صيانة جوالات. لا تجلس في البيت هكذا. وإذا عندك ضيق اكتئاب وذا روح تعالج في دكاترة نفسيين بيعالجوك بيغيموك قرعة. أنا روحت زيكم، لا تفتكرني حاجة كبيرة. أنا شميمة والله مرمي في سوق السلاح، دلال أبيع واشتري في السلاح، في السوق، في الشمس والنكد، مرتاح سعيد في نفسي ومبسوط. يا أخي الكريم أي إنسان روح لازم يعني خلاص يقتنع يعيش حياته العادية. يا رجال أوباما معاه بتكون أفضل من أوباما. كان رئيس أكبر دولة في العالم أمريكا، قبل ما يكون رئيس كان مدرس في جامعة مش عارف إيش، حكم البلاد ورجع على خلاص. الآن أوباما رجع مدرس، ما قال والله أنا كنت أقوى رئيس في العالم. عاد الله هذا اللي كان مغترب له في أبو ظبي ولا مغترب له في قطر ولا في مكة، ولا ما يبغى يشتغل كأنه جراح يعني استوى لها. لا أخي الكريم، اهدأ وشوف لك شغلة وطلب الله وأؤمن في المتغيرات. الحياة هكذا طلوع ونزول. عيدروس كان مندوق رجال في الجبال مطلوب من عام 97 مجرد، شعل الآن يلتقي في الأمراء والملوك. الحياة طلوع ونزول يعني. مثل الله ايوه يا ليلى شيء